في فيديو النهارده هيكون معانا 4 مهارات من اعلى مهارات لاعبين كرة القدم اللي ممكن تشوفها، وهي سهل استخدامها وتقدر تستعملها في المباريات، وهيكون معانا شرح مفصل لكل مهارة. هندخل على الانترو ونبدأ على طول في المهارات. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا مهارات بسيطه جدا، بس محتاج منك بس فهم، مش محتاج منك انك تتمرن عليها كتير، تفهم الحركه بتعمل ازاي لانها بسيطه جدا. يلا نروح نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. دي مهارة تقدر تستخدمها ما بيكون حواليك مجموعة من اللاعبين من ظهرك أو من أمامك، وهنا هتقدر إنك تراوغ بيها الخصم بسرعة أقدامك مع تنفيذ الحركات أو المهارات، وهتقدر إنك تعدي وتراوغ بسهولة جدا. هنكمل مهارة وبعد كده هندخل على الشرح. هندخل على شرح المهاره بعد ما اتكلم معاكم في الموضوع ده. ان لما بقول لكم ان المهارات دي مش هتاخد منكم مجهود، مش معنى كده ان انتم ما تتمرنوش عليها، لا اتمرنوا عليها، بس هي مش هيبقى تمرين زي المهارات التانية اللي انا بنزلها على القناه. المهارات التانية بتبقى اصعب شويه، دي مهارات كومبو، يعني هي دمج بين مهارات، فهتبقى اسهل عليكم. وما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام عشان في مفاجآت كبيره قوي الفتره اللي جايه، وهتلاقوا الرابط تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا على طول. هتقدر تتعلم الحركه دي عن طريق خطوتين. الخطوه الاولى هتعمل حركه ستيب اوفر بداخل القدم وتلفها في حدود 5 دقايق في كل مره هتتمرن عليها. الخطوه الثانيه هتضرب الكوره بداخل قدمك الاخرى وتسحبها للخلف بنفس القدم اللي انت عملت بيها لف الكوره، وتفضل تتمرن عليها كده، وبعد كده تتمرن على الخفيه انك تجري بظهرك عليها، وبعد كده هتجمع الحركتين مع بعض وتعملهم على مره واحده. دي مهارة حلوة جدا وهي خادعة للخصم، بس هتعملها وانت بتجري والخصم بيجري جنبك مندفع، عشان لما تعمل مهارة الفكر بونا ما يكونش متوقع الحركة وتقدر انك تراوغ بسهولة جدا. وحاول تعملها على اطراف الملعب، ما تعملهاش اما يكون حواليك لاعبين كتير. المهارة دي حلوة جدا وهي اسمها الفكر بونا. هي انت بتخدع الخصم بطريقة رهيبة جدا وبطريقة سهلة، انك بتعمل ان انت هترفع وبتعمل الفيك ريبونا بالطريقه دي، فبالتالي هتبقى سهله معاك لما تيجي تعملها. تمرينها سهل وبسيط وهقول لكم عليه دلوقتي. نفذوا التمرين ده لمده 5 دقائق في اليوم عشان تقدروا تعملوها. والحركه دي بتتعمل على الاطراف، ما تتعملش في منتصف الملعب، لازم تعملها على طرف الملعب عشان تبقى قدام الخصم وجه لوجه بس. يلا نروح نشوف هنعملها ازاي. هتتعود على الحركه دي بخارج وجه قدمك، وهتفضل انك تتمرن عليها كتير كده زي ما انت شايف قدامك عشان تعرف تجيدها وتكون حافظها اثناء المباريات وتكون سهله جدا معاك. دي مهارة مخادعة تماما. أول ما الكرة تجيلك هتعمل إنك هترفع الكرة وتخدع الخصم بحركة التشوب وتجري بعيد عنه، وهتكون كده راوغته بسهولة. When the smoke clears, I'm the most high. Oh my shit is so fire. Get it popping like it's low-fi. No lie, hit you with the wave like road. الحركة دي بسيطة جدا وعملها مارسيلو في مبارياته. هو عمل ايه؟ هو الكرة اترفعت له، هنعمل الطريقة البسيط دلوقتي. الكرة اترفعت له كده، استلم الكرة وعمل ان هو هيشوط وراح واخدها بالتشوب وعدى على طول من المدافع، بس هو عملها من الناحية التانية. فهي خطوتها بسيطة جدا، كل اللي عليك تعمله بس بتعمل ان انت هتشوط وبتاخدها بحركة التشوب عكس الاتجاه المدافع، فانت هتعدي بسرعة لان انت فاهم انت هتعمل ايه. المدافع بيبقى مش متوقع الحركة اللي انت هتعملها عاملة ازاي، عشان كده انت تقدر تعدي منه بسهولة لو انت استخدمتها بالاسلوب الصحيح. هي مش محتاجة تدريب كتير، هي محتاجة بس انك تتعلم حركة التشوب تعمل ازاي، وان انت يكون عندك ذكاء ودهاء وانت بتعمل الحركة دي بس. I don't wanna talk about practice. Nah, it's not a game, not a game, not a game. Not a game. It's
not a game, not a game, not a game, not a game. It's not a game, not a game, not a game, not a game. It's not a game, not a game. We talking about. دي مهارة رائعة لأنك بتراوغ خصمك وجه لوجه بمجموعة من الحركات، وبتحول المهارة دي لكومبو من المهارات وبتشتت خصمك وبتراوغه بكل أريحية وسهولة. بس نفذ مجموعة التمارين اللي هقولك عليها. Big shot like I'm Billy Joe with the chili flow, making silly dough, getting dubs like I'm 10-0. المهارة دي سهلة ومحتاجة منك مجموعة خطوات لازم تتقنها، وهي كومبو بين مهارتين. في الأول هتعمل حركة الستيب أوفر، بعد كده تسحب الكورة وتاخدها بوش رجلك زي ما انتم شايفين دلوقتي. هندخل دلوقتي نشوف ازاي نتعلمها بالتفصيل، شرح خطوة خطوة، لازم تتعلموا كل خطوة لوحدها عشان خاطر تجدوها، وبعد كده هتعملوها كلها في خطوة واحدة. يلا نشوف هنعمل ايه، يلا بينا. هنا انت بتتمرن على لف الكرة حوالين قدمك مع سحب الكرة عشان دي اول خطوة من عمل المهارة، وهتفضل تتمرن عليها كتير لحد ما تكون متقنها وبتعرف تعملها كويس جدا، واهم حاجة تكون بتعملها بسرعة رهيبة عشان المهارة دي محتاجة منك سرعة عالية. وبعد ما تعمل الخطوة الأولى هتبتدي انك تتمرن على الخطوة التانية بانك تضرب الكورة من داخل قدمك الى خارجها، وهتفضل برضو تتمرن عليها كتير لحد ما تكون متقنها، وبعد كده هتعمل الكومبو مع بعض وتضيفهم مع بعض، وبكده هتكون اتقنتها. واهم حاجة انك تتمرن عليها كتير عشان تكون خلاص كده جت معاك وتقدر تعملها في المباريات بكل أريحية وسهولة. And really that's that, running the game, look at my stamina. Pull out your camera, taking the flick, but you was out of the pic, boy you an amateur. I heard your tape, I put it right in the trash, call me the janitor. Came with the mop, shawty she came with the top, looking like Pamela. I'm on a flight, I'm going back to LA, flying away from the minimum wage. You keep on telling me your day is coming, we'll keep on waiting, cause it isn't today. I made a promise to live what I say, that's why I'm working like every day. Don't get in my way, it's better to wait. Shawty is bad, she better behave. وبكده يا شباب انتهت حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم، ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، اراءكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.